عندك اي موبايل ماشي بيه نفسك؟ ايه؟ هات يا ابني موبايل ماشي بيه نفسك لغايه لما اي حاجه. ايه؟ لا امال عايز ايه يا ابني؟ انا عايز ايفون 6 بلس، مش اقل من كده. مين معاه ايفون 6 بلس؟ 6 عادي؟ اسمك ايه قلت لي؟ نورهان. تمام، بسم الله ما شاء الله. ايوه انت فوق؟ مع اخوك ايفون 6 بلس؟ هو ده مش عارف مين تتباهى بشعر مين. نفعت محاضرات كتير قبل كده. بعد ما المحاضره دي نفسها بتخلص بنلاقي ناس عندها الحته بتاعت الايفون عايزه تشتغل، يروح واخد بعضه ورايح لابوه. يرضيك نورهان تبقى معاها ايفون 6 ولا لا؟ كويس. مره من المرات واحده ورا خالص راحت علي ونفعت معايا. الحكايه دي نفعت جدا والحمد لله دلوقتي بقى معايا ايفون للسبب ده، اني ما بقاش اقل من حد تاني. النهارده هنخلي الناس اللي معاها ايفون تبكي بدل الدموع دم. ان شاء الله هتشوفوا ازاي. باذن الله هتعرفوا ازاي. المهم حق بالطبق ما علينا. يبقى ده اول مثال، ما عنديش فلوس. اوكي؟ بالنسبه للفيميلز بالمناسبه احنا اتكلمنا على الموبايل. بالنسبه للميلز، بالنسبه للفيميلز ده انا معيش فلوس، ده انا بشحت برضه. وفرح صاحبتك اللي كمان 10 شهور ماله؟ لما عرفتي بيه ايوه او عيد ميلادها كمان. ما شاء الله نفس الفكره. لما عرفتي من الميعاد نزلت جبتي الفستان من النهارده اللي هتحضري بيه الفرح او عيد الميلاد بعد 10 شهور. ومش كده وبس، ده كان اضيق نمرتين من وزنك او من مقاسك وتخسيه بالظبط. ولو ما خسيتيش تيجي قبلها كده ب 10 15 يوم وتروحي واخده بعضك ورايحه للراجل بتاع الشاورما. ليه؟ عشان ياخد من السكينه شويه دول كده من هنا ومن هنا، تمام؟ وما عندكيش ادنى مانع انك تلبسي الفستان وهو ضيق وتمشي بيه في الفرح وانت عامله كده. ما عندكيش ادنى مانع، بس المهم الفستان يجيب نتيجه. قصدي الفرح يجيب نتيجه، قصدي الفستان ينفع يعني ان شاء الله، قصدي تلبسيه ويشتغل الحمد لله. كويس؟ ويؤتي ثمار. يبقى المشكله مش في الفلوس. طيب حضرتك عندك مشكله ثانيه. مفيش وقت. مفيش وقت خالص. امتحانات. ايوه. او لو صيادله الصيدليه واخده كل وقتي. او لو مخلفه العيال عندي 7 ضربتهم في البيت. مش عارفه اربطهم ازاي اصلا. واحد على كتافي مش عارف انا بكلمه. تمام؟ تمام. طيب بالنسبه لحضرتك ماتش اليو في والارسنال اللي سمعته بالاستوديو التحليلي بتاعه في 3 ساعات، اخباره ايه؟ اتخلق له وقت ازاي ده؟ سبحان الله، تصدق ما كنتش واخد بالي. طلع فيه وقت. بالنسبه للفيميل اللي كان ابنها بتشعل على كتافها، المسلسل التركي 798 حلقه. ماما تقول لك يلا قومي اغسلي المواعين يا حبيبتي. لا المسلسل يخلص. طب قومي ذاكري. لا. طبعا المشكله مش في الوقت ولا في الفلوس. امال المشكله فين؟ في المجهود. انا اساسا بهبط. انا يعني عندي انيميا وبهبط بسرعه وما عنديش طقطان على المذاكره. سمعت طقطان دي قبل كده؟ واخبار ماتش الكوره اللي لعبته امبارح في النادي 7 ساعات ايه؟ كان في ساعتها مجهود عادي؟ كان في سبحان الله. لا والغريب يا مؤمن بقى صاحبتنا هي ليله العيد تقلب الشقه راسا على عقل. مش كده؟ وبالنسبه لها المجهود يعني بسم الله ما شاء الله يبقى مفيش اسهل منه. وهنا لسه كنت في امبارح في جامعه الاهرام الكنديه، واحده راحت قايله لي بنبقى مجبرين. بنبقى غصب عننا. احنا ما نعرفش نعمل حاجه اساسا واحنا نفسنا نعمل فيها خالص. ايه ده؟ طلعت المشكله لا الوقت ولا المجهود ولا الفلوس علشان الواحد يطور نفسه كويس والحاجات دي منعاه. مش هي دي. امال ايه السبب؟ هقول لك السبب كمان شويه. في الاخر هتعرف. من 2 سنين بالظبط بقت اتعلم صح
عشان بسرعه كده لقينا ناس ممكن تيجي تقف هنا مكاني في نفس الستيج وتقول لك معلومات اما عن جهل او تضليل، يعني مش معلومات حقيقيه، معلومات محتاجه زياده تمحيص وصيدلانيه، ولكن للاسف غلط. الغلطه في حياتنا او في شغلتنا بفوره، بوفاء، بعهد مستديمه. حاول قدر الامكان تبقى على قدر المسؤوليه دي. عايز توصل لايه؟ عايز اوصل الى ان من 6 شهور بس وصلت للسبب بعد ما درست حاجه اسمها ستيرنج سايكولوجي او علم النفس الطلابي، واجبت او اجيب لي على السؤال بتاع ليه الناس ممكن تكون بتنفر من العلم، بترجع لورا. العلم بالنسبه لها شربه، العلم بالنسبه لها مجبرين عليه، لكن كون ان انا اتعلم بمزاجي ما اقدرش. اكتشفت بفضل الله ببساطه ان الموضوع قائم على having fun، الحصول على الاستمتاع. ليه ما بتزهقش من البلاي ستيشن او من المسلسل التركي you have fun؟ ليه ما بتزهقش من لعب الكوره بالليل في النادي او في الشارع you have fun؟ ممكن تبقى هتقع من طولك having fun. للناس اللي بتحب الطبيخ، ليه ما تطلعش من المطبخ بعد 8 9 ساعات having fun وهي كده بتطش حاجه وتشهق على الملوخيه؟ تمام؟ fun بالنسبه لها. اوكي؟ اول ما تقدر تربط اي حاجه بالفن انت كده ممكن تتعلم من غير ما تحس. اتغير الهاشتاج بتاعنا من اتعلم لاتعلم صح لحاليا الناس اللي ممكن تكون متابعانا اتعلم صح باستمتاع. النهارده في تحدي. التحدي ده هقوله لكم ان شاء الله في اخر ثانيه من المحاضره. دي كانت الانترودكشن، اوكي؟ اللي ان شاء الله هنحاول ان احنا نبرهن عليها اثناء المحاضره. شد معايا الخط.